مساء الفل، اهلا بكل متابعي قناه مصطفى الزملكاوي. طبعا كلنا اتفاجئنا في مباراه حسنيه اغادير اللي كسبناها 1-0. استبعاد احمد سيد زيزو بعد المباريات اللي اتألق فيها معانا والفتره اللي نزل فيها اساسي مكان ابراهيم حسن اللي كان تراجع مستواه في الفترات الاخيره. كلنا استغربنا طبعا من الاستبعاد المفاجئ ده، وفي نفس الوقت بنهنئ جروس ان هو عمل الاستبعاد ده. زي ما تقول كان قلبه حاسس ان ابراهيم حسن دي ماريا هيرجع دي ماريا بتاع الاسماعيلي، وبالفعل جاب جون وهدف كمان اتلغى رغم ان ما جاش في ايده. فبالتالي يعني بجد شكرا يا جروس، اللي ليك بنقوله واللي عليك بنقوله. طيب ايه سبب استبعاد احمد سيد زيزو؟ احمد سيد زيزو تم استبعاده بسبب ان جروس حس ان هو مهلك شويه، يعني اللي هو حس ان خلاص بقى ايه، يعني بقاله فتره منضم، بقاله فتره بيلعب، بقاله فتره كبيره ما بيغيرش، نادر لما بيطلع مش عارف ايه الكلام ده كله. فطبعا حس ان خلاص بقى ايه، يعني ان هو اهلك شويه. طيب يعني كويس، يعني مش عارف اقول ايه، يعني انت دلوقتي اديته راحه. طيب انت حسيت ان هو عنده اجهاد، مفيش مشاكل. طيب بص لاوباما برضو، يعني اوباما برضو حاسين ان هو عنده اجهاد محتاج يريح يوم او يومين. ابتدي اعمل بقى عمليات تدوير زي ما قلنا عشان خاطر نشوف هنعمل ايه في موضوع احمد سيد زيزو، موضوع اوباما، ابراهيم حسن، محمد ابراهيم. انت عندك غياب فرجاني ساسي مؤثر، ومش بس غياب فرجاني ساسي، ده انت عندك فرجاني ساسي وعندك الونش وعندك النقاز عشان خد كارت احمر، وعندك احتمال كبير حازم امام مش هيرجع لسه عشان الاصابه. فعندك غيابات كتير. يا ترى مين اللي هيحل مكان الناس دي؟ طبعا في 3 ممكن يستفادوا من موضوع فرجاني ساسي وغيابه لمده شهر او شهر ونص. طبعا على راسهم محمود عبد العزيز، لان هو اللي بيكون جنب طارق حامد، وان هو تم استبعاده من مونديال كاس العالم. وطبعا كلنا برضو اتفاجئنا لانه كان في الفتره دي في احسن ايامه. يبقى عندنا احمد سيد زيزو، في عندك عندنا محمود عبد العزيز زيزو سوري، وطبعا في النجم الكبير محمد ابراهيم. الكل حاسس ان هو هيرجع تاني، بس طبعا محمد ابراهيم احيانا بيبقى في قدام شويه، يعني هو صانع العاب وليس ان هو بيحرك الناس كلها من ورا. بس في نفس الحالات مش هتفرق، ودي فرصه ان هو يرجع تاني ويثبت مستواه بعد الماتشين اللي قدمهم ولا اروع من كده. طيب الثالث وهو محمد حسن. ناس كتير كانت بتقول احسن لاعب خط وسط في مصر مش في الزمالك بس، فممكن ان محمد حسن ياخد فرصته ويظهر الفترة اللي جاية. مش عارفين لسه جروس هيستقر على مين وناوي يعمل ايه في التشكيلة. كل الشفاء لفرجاني ساسي. انتظرونا النهاردة في بث الساعة 9 مساء، كل يوم بقى في بث الساعة 9 ان شاء الله. سلام.